هو السردين 5 دراهم. اجي علاش السردين تسمى بهذه السميه السردين؟ وشنو الفرق ما بين هذا النوع ديال السردين اللي كيكون الحجم ديالو صغير وهذا النوع ديال السردين اللي كيكون الحجم ديالو كبير؟ السردين كيتعتبر من بين اشهر انواع الاسماك في العالم، غني بالاحماض والاوميغا 3 والكالسيوم والفيتامين دي والبروتينات وحتى المعادن. في ايطاليا كاينه واحد الجزيره سميتها جزيره ساردينيا. تاريخيا السواحل ديال هذه الجزيره كانت معروفه بالسمك ديال السردين، بحيث انه كان كيعيش فيها كميات هائله من السمك ديال السردين. فهاد الجزيره كانوا كيمشيو ليها التجار والصياده من مختلف الاماكن في العالم باش يجيبوا منها السردين، ومع المده الاسم ديال هاد الجزيره غادي يلتصق بهذا النوع ديال السمك، وغادي يولي الاسم ديالو هو السردين على الاسم ديال هاد الجزيره. الحاجه اللي خاصنا نعرفوها هو انه في العالم كاين بزاف ديال انواع السردين، كاين تقريبا ازيد من 20 نوع ديال السردين. كاين انواع اللي كتعيش في المحيط الهادئ، وكاين اللي كتعيش في المحيط الهندي، وكاين هاد السردين اللي معروف بالسردين الياباني. ولحسن الحظ انه في المغرب عندنا واحد النوع ديال السردين اللي كيتعتبر من بين افضل واجود انواع السردين في العالم، بحال هذا النوع ديال السردين اللي كيتسمى بالبيل شاردو الاوروبي، واللي كاين بكل من البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، مع اختلاف بسيط في الحجم ديالو. كاين اللي كيكون الحجم ديالو كبير شي شويه وكيكون ملحم ودهني، وكاين هذا النوع اللي كيكون صغيور او متوسط وكيكونوا فيه هاد النقيطات في دارو، واللي في بعض المناطق كيسميوه السردين البلدي، والجوده ديالو كتكون افضل واحسن. حذاري كاين واحد النوع ديال الحوت اللي كيبيعوه بعض البياع والشرايه الله يهديهم في المغرب على اساس انه سردين وهو ماشي سردين. هذا النوع ديال الحوت كيتسمى اللاتشا، والحجم ديالو كيكون كبير شي شويه على السردين. وباش تفرق ما بيناتهم، اللاتشا كيكون فيها واحد الخط صفر في الدار ديالها، وكيكون فيها الشوك بزاف، والمذاق ديالها كيكون ناقص على السردين وحتى الثمن ديالها. في الاخير ما تخليش الفيديو يوقف عندك، بارطاجيه مع ناس اخرين، وفي التعليقات قول لنا شحال داير السردين في المدينه ديالك، واش 5 دراهم او لا اكثر او لا اقل.